السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى دايما تكونوا بخير كده وبعد العيد وكل سنة وانتم طيبين. النهارده بقى عاملين كشري مصري ان شاء الله رب الطريقة تعجبكم وتجربوها. هي طريقة بسيطة جدا. هنعمل الكشري في حلتين اتنين بس. تخيلوا الكشري المصري هيتعمل في حلتين اتنين بس. هنا عندي مية بتغلي على النار، حطي فيها ايه كده معلقتين ملح كبار، طبعا حسب الكمية اللي بتعملوها. انا عاملة كمية كبيرة حسب الكميه اللي بتعملوها. هنا عندي مكرونه اللي هي المرمريه الصغيره، هحط الاتنين مع بعض برضو في حله واحده. يبقى حطينا ميه مغليه، عندنا ميه مغليه حطينا عليها ملح، حطينا عليها مكرونه مقصوصه صغيره، وهنحط عليها الاسباجيتي هنقطعها. طبعا بتاعت الكشري بتتقطع صغيره، اما تقطعوها على 4 لا اما تقطعوها على 3. انا ان شاء الله النهارده هقطعها على 3 قطع. لكن المكرونه الاسباجيتي بنقطعها على 3 قطع وحسب ما تحبوا انتوا عايزينها قد ايه. الطريقة دي سهلة جدا وحلوة جدا جدا ومميزة كمان. ان شاء الله رب الطريقة تعجبكم وتجربوها ان شاء الله يا رب. بس كده هنقطع بقى المكرونة الاسباجيتي كده على 3 قطع. لو انتوا عايزين اصغر من كده ممكن تعملوها على 4. اول حاجة بنعملها في الكشري بنسلق المكرونة، عشان بعد كده بنحتاج الحلة دي هنعمل فيها البصل، وبعد البصل بقى ناخد الزيت بتاعه ونشتغل بيه بقى ايه كل حاجة في الكشري، عشان نطعم كده الكشري بتاعنا كله بايه بطعم ايه البصل بتاعنا. يبقى اول حاجه بنعملها في الكشري بنسلق الاول المكرونه، وبناخد الحله بنعمل فيها ايه الورد بتاعنا. بس بقى قبل ما نعمل الورد بتاعنا البصله يعني كده ايه هنسلق المكرونه وهنصفيها ونحط لها زيت من الازازه. احنا كنا لسه ما عملناش دلوقتي ايه البصله يعني، فعشان المكرونه ما تلزقش معانا وتبقى مفروله لغايه اخر مكرونايه في الحله او في المصفى اللي هتحطوها فيها او طبق يعني. بنحط لها زيت خارجي كده من ازازه عاديه خالص، بنحط لها حوالي شويه صغيرين ونقلبها. هنا عندي حمص، طبعا المفروض الحمص ده يتنقع قبليها ب 12 ساعه، بس انا النهارده عملته في يوميها وحطيت له سنه كربونات واستوى بسرعه في سوى ايه الكشري. يعني هنا عندي عدس بجبه نقيته، هبتدي اغسله واحطه في الحله اللي انا سلقت فيها المكرونه. يا دوبك انا شطفتها بس ما غسلتهاش كمان بالسلكه ولا اي حاجه، يا دوبك شطفتها وغسلتها كويس بميه ساده، ورحت حطيتها على النار وحطيت فوقيها ايه العدس بجبه. هنا بصوا المكرونه بقى مفلفله وجميله جدا مش معجنه ولا اي حاجه. حطيت لها زيت حوالي معلقتين كبار كده من الزيت. بصوا مفرفته ازاي، بتقعد لغايه اخر ما تخلصي المكرونه وهي بالشكل ده كده، ما تبقاش ملزقه ببعضيها ولا اي حاجه. كده بقى عبال ما العدس ياخد غلوه واحده بس، غلوه واحده بس. انا عايزه مش عايزه اسويه، انا عايزه اديله غلوه واحده بس عشان اسويه تاني يعني. فهنا بقى هحضر البصل بتاعي اقشره كده واخرطه عبال ما ايه ما تستوي ما يغلي معايا العدس. بس هنقشر البصل كده الكميه اللي انتوا طبعا بتحبوها قد ايه، عايزين كتير او قليل حسب ما تحبوا. طبعا بنقشر كميه بصل كده يعني في الكشري كده حوالي نص كيلو من البصل وحسب ما تحبوا. وعندي هنا العدس على النار خلاص هيغلي، مجرد ما يغلي هصفيه بقى في حاجه تانية بميته. بقى انا هخليه بميته عشان يعني بيخلي طعم الرز حلو قوي بالميه بتاعت العدس. بصوا غلي معايا، اديله تقليبه كده واروح مصفيه بميته كله على بعضيه كده في طبق او في اي حاجه جنبي يعني. بصوا طفيت عليه كده، احطه بقى في طبق كده جنبي اصب بالميه بتاعته بكله. عايزين تخلوا الميه لوحدها والعدس لوحده تحطوه بقى بعد كده مع الرز حسب ما تحبوا، برضو الاتنين حلوين وشغالين عادي. بس كده انا فضينا اديته غلوه واحده بس. هو طبعا ايه يا دوبك تطيري معايا حاجات بسيطه ويكمل سواه بعد كده. بس كده هشطف الحله كمان واحط فيها كميه زيت حلو كده غزيره عشان نعمل كميه البصل كلها مره واحده. بصوا كميه البصل اهيت، سبت واحده بس عشان اقول لكم بخرطها ازاي تطلع مقرمشه وحلوه جدا. طبعا للبصل ده ليه كذا طريقه لتحمير البصل يعني بتاعت الكشري. في مثلا بصل بالدقيق، ممكن تحطوا عليه نشا، ممكن تحطوا عليه معلقه سكر، بس بتاع السكر ده ما بيبقاش مقرمش، بيبقى ايه كراميلي كده بس من جوه تحس انه طري. بصوا بجيب البصله كده بقسمها على جزئين بس، واروح مقطعها بقى ايه شرايح خفيفه جدا. لازم تكون السكينه حاميه عشان يديك الشرايح الخفيفه قوي. بصوا كده يعني تعتبر ايه بنقطعها نص دايره كده، عشان انا قطعت البصل على 2 وبقطعها شرايح خفيفه جدا. انا عملت كل الكميه بنفس المنظر ده كده عشان تديكي كده ايه يعني بصل كده رفيع قوي وفي نفس الوقت مقرمش وكبير كده مش صغير خالص. لو البصله كبيره قوي ممكن تعملوها على 4، لكن دي عملتها على 2 كده ايه شرايح خفيفه كده
نص دايره. هنحط لها رشه ملح بسيطه جدا، يا دوبك رشه بسيطه خالص، منحطش ملح كتير. بس كده رشه بسيطه جدا. وطبعا لازم الزيت يقدح كويس قوي عشان البصل يقرمش معايا ويبقى ناشف. لو الزيت مش مقدوح، البصله بتاعتي هتشرب الزيت وهتطرى بقى. بصوا قدحت الزيت، انا عملت اختبار بواحده كده لقيتها طافت على الوش كده، رحت هحط الكميه كلها. الكميه الزيت دي كلها هنحتاجها في الكشري، مفيش حاجه تترمي مننا. بس كده هنديله تقليبه بقى كده ايه، ونسيبه لغايه ما ايه ما يستوي كده، ويبقى اللون بقى الكرمل الجميل دوت كده، اللون الذهبي الحلو قوي المقرمش بقى. لو انتوا عايزين تعملوا البصل بالدقيق معلقتين او 3 دقيق كده على الوش او نشا، لازم الزيت يقدح كويس جدا جدا جدا، عشان لو الزيت ما قدحش كويس الدقيق هيلزق في قعر الحله، ولازم تغسلي الحله وتقعدي تحكي فيها موال بقى كده. بس عملت كوبايه قهوه كده عشان نشتغل كده بمزاج، والكشري طلع بسم الله ما شاء الله طعمه بجد حلو جدا. مش من القهوه طبعا، ده من نفسك انت وانت شغاله. بصوا كده خلاص دخل على السوا، بس هنغمقها شويه. لازم كده وانتوا بتعملوا حاجه كده تعملوها بحب، بصراحه بتطلع جميله جدا. الاكل ده يعني مش نفس، هو حب، ان انت تحبي الشيء تعمليه كويس جدا، فعشان كده بيقولوا نفسك حلو في الاكل. هو حكايه ان انت تعمليه بحب كده كل حاجه بتطلع حلوه. بصوا كده بصفيه كويس جدا، ما نحطوش على مناديل، المناديل بالطريه بنحطه في مصفى او نحطه في ايه في طبق على طول كده، بس نصفيه كويس قوي من الزيت كده، ونحطه في مصفى لو في اي بواقي زيت بتنزل منها، او نحطه في ايه في صينيه كده على طول مش هينفوش زيت خالص. اصفيه كويس جدا كده. كده خلاص هو سخن معايا جدا، وبصوا ناشف ومقرمش جميل جدا كمان. هوريه لكم في الاخر خالص لما ينشف تماما، ده كده سخن كمان. كده بقى ايه، انا بصوا كده سخن جدا وهو طالع مقرمش اهوت، ولما يبرد كمان هيبان اكتر. هوريه لكم في الاخر خالص. كده الزيت دوت بقى على حسب ما تحبوا، عايزين تصفوه بمصفى او تحطوه في حاجه تانية يعني كده تستعملوه على طول. كده هنا عندي حبه زيت، انا بصراحه ما صفيتهوش، خليت الشوائب كده بتاعتي البصل بتديكي طعم حلو قوي كده في الصلصه وفي البصله، بتبقى طعمها حلو جدا. بنحط حوالي كده 3 معالق كبار كده هرمي كده من التوم. طبعا التوم بتاع الكشري يا جماعه ما يتحمرش ولا بيصفر ولا اي حاجه، يا دوبك انا بديله تقليبه كده تطلع ريحه عليا كده وهو ابيض كده. ريحته كده اول ما بتطلع بروح حاطه عليه خل. هتحمروا التوم، ريحه فايده التوم لما بتحمروها بتروح خالص، ما يبقاش فيه توم. ففايدة التوم ان انتوا بس تشموا ريحته كده تروح حاطين عليه بقى الصلصة على طول، تحطوا عليه الخل حسب ما تحبوا تستعملوه ازاي. فالنهارده طبعا الكشري طبعا لازم ايه خل وتوم، فحطينا بقى التوم اهو. انا ما بحمرش البصله قصدي التوم خالص، يا دوبك بس بقلبه تقليبه كده يسخن معايا، واروح نازله عليه بقى ايه بنص كوبايه كده من الخل. الطريقه دي بتخلي طعمه حلو جدا، حكايه التوم ان انتوا تشوحوها بس ما تحمروهاش. بصوا نص كوبايه كده من الخل، واسيبه يغلي. لازم الخل يغلي مع التوم كده. مجرد ما بيغلي معايا، هو بيغلي على طول يعني، مجرد ما بتغلي معايا هنزل عليها بالطماطم. طبعا الكشري بياخد ايه يعني، عملت حوالي 2 كيلو كده من الطماطم، حسب طبعا كمية المكرونة اللي انت هتعمليها والرز اللي انت هتعمليها ياخد صلصة قد ايه. فكل حاجة كده ليها آه يعني المقادير بتاعتها. كده عندي صلصة تاني برضو، طماطم عادية خالص ضربها في الخلاط. بس كده ابتدي اسيبها تغلي. مجرد ما بتغلي، هو الكشري عبارة عن كمون وكزبرة ناشفة وحبة فلفل صغيرين وملح. كشري بس، ما تحطلوش اي اضافات تانية غير كده. يبقى عندي كمون وكزبرة ناشفة وحبة ملح ومعلقة سكر كبيرة بس عشان تعتدل الحموضة بتاعة الطماطم. هنحط الملح بتاعنا، نظبط الملح كده، يبقى ملح وكمون وكزبرة ناشفة ورشة بسيطة جدا من الفلفل الأسمر ومعلقة سكر كبيرة. بس كده هنسيب بقى كده ايه يكمل. هي كده تقلت معايا، بس خليها تدي كمان غلوة كمان تاني وخلاص. والحمص انا حطاه على النار وحطيت له بس على سن المعلقه سنه كربوناته، وهو بيغلي كده اول غلوتين حطيت له سن الكربونات، وما حطيتلوش ملح خالص لغايه ما استوى معايا. واخر حاجه خالص قبل ما اطفي عليه حطيت له الملح بتاعه وخد غلوه وطفيت عليه. استوى قبل كمان ما اعمل الرز. بصوا كده جبت بقيه الزيت، بس هاخد منهم حبه صغيرين كده للدقه.
طبعا كل حاجه بالطعميه في الكشري بتديكي طعم حلو جدا. هناخد حبه زيت كده عشان الدقه بتاعتنا، والشطه احنا هنعملها على البارد مش على السخن، يعني مش شطه زيت. هنعملها شطه عاديه بس بالطماطم يعني. فما خدتش ليها زيت، ممكن نحط على الوش كده معلقه زيت بسيطه كده على على الشطه بتاعتنا كده. خدت ايه، حبه زيت كده للدقه. في ناس بتعمل الدقه على البارد برضو، وناس بتعملها على السخن، بس ايه افضل واحلى حاجه اللي هي على السخن بصراحه، لما تغلي كده بالميه بتاعتها بتبقى طعمها حلو قوي. هوريكم برضو ازاي بارد وازاي سخن، اقول اشرحها لكم في المرحله الجايه ان شاء الله. كده عندي كميه بقى من الشعريه على الزيت اللي فيه فتافيت بقى من البصل، بيدي طعم حلو جدا للرز. لو انتم مش عايزين فتافيت البصل دي بتصفوها بمصفى صغيره وتستعملوا ايه الزيت ما فيهوش اي حاجه. طبعا الشعريه بتاعت الكشري بتبقى غامقه شويه عن الطبيعي يعني، عن الرز الطبيعي اللي احنا بنعمله رز بالشعريه، لا بتبقى فاتحه، لا بتاعت الكشري بقى بتبقى غامقه شويه. هنغمق بقى ايه الشعريه كده شويه، وانا عندي رز غسلاه ومصفياه. نغمق بس الشعريه كده، ورز مغسول، والعدس جنبي بقى بميته، وانا حاطه ميه تانية برضو على النار جنبي لو احتجتها. بس كده. هنقلب بس كويس جدا كده لغايه ما تغمق شويه ما كده معايا، وانزل عليها ايه بالرز. لو انتوا في المرحله دي عايزين تصفوا العدس من الميه بتاعته وتحطوه على الرز وتقلبوا التلاته مع بعض تشويحه كده حلوه مع بعض، حلو جدا. عايزين تسيبوه زي ما انا عاملاه كده برضو، الاتنين هيدوكوا نفس النتيجه ونفس الطعم يعني. بس اغمقها شويه كده، وانزل عليها بالرز المغسول والمتصفي. بس كده اقلبه كويس جدا كده، افضل اقلب فيه كويس قوي لغايه ما ايه، ما يسخن الرز معايا عشان يطلع من رز مفلفل كده وحلو مش معجن. الرز المفلفل عايز يعني تقلبيه كتير على النار، تحس ان هو بتشوح كده ويسخن معاكي على النار قبل ما تحطي له اي اضافات تانية. بس بقيت الرز كده بنزلها، اقلب كويس جدا لغايه ما الرز يسخن معايا كمان، واحط اضافه ايه هنا مرقه، بتدي طعم حلو جدا للرز بتاع الكشري، بتديها طعم حلو جدا جدا. وحسب ما تحبوا دي اختياري، عايزين تحطوها او ما تحطوهاش براحتكم، بس فعلا بتدي طعم حلو جدا للرز. نظبط ملحنا كده، هنحط رشه من الفلفل الاسمر في المرحله دي بقى. لو عايزين تحطوا كمون في قلب الرز ممكن تحطوا كمون عادي جدا، مش عايزين تحطوا يعني كفايه الملح والفلفل الاسمر والمرقه اللي هي المكعبات المرقه دي. بصوا مكعبين مرقه كده بنفركهم ونحطهم على الرز ونقلبهم كويس جدا كده، ورشينا رشه من الفلفل الاسمر وحاطين الملح بتاعنا. لسه لغايه دلوقتي ما حطيناش العدس. زي ما قلت لكم لو عايزين تصفوا العدس وتقلبوه مع الرز في المرحله دي عادي جدا، حسب ما تحبوا تخلوا الميه لوحدها كلها على بعضيها يعني. بس اقلب تقليبه كويسه كده جدا كده، هي طبعا على نار عاليه. اقلب كويس جدا كده لغايه ما الرز يسخن معايا تماما كده ويبقى كويس جدا، تحس انه ايه مفلفت كده. نفلفله كويس جدا كده، وبعد كده ننزل عليه ايه بالعدس بالميه بتاعته كده. خلاص سخن معايا خالص، انزل بالعدس بقى كده. ميه العدس بتدي طعم حلو جدا للرز، وبيبقى غامق شويه سنه بسيطه كده غمقان من ميه العدس، ويبقى طعم حلو جدا. طبعا كده الميه ناقصه، انا غاليه ميه جنبي، لازم تزودوا ميه مغليه. احط ميه مغليه بقى كده، ونظبط ملحنا ايه، ونخليه لغايه ما يتشرب ميته، وبعد كده نوطي عليه خالص جدا لغايه ما يستوي معايا. عندي كده ميه سخنه، نديله تقليبه وبنسويه زي الرز العادي جدا اللي هو رز بالشعريه، بس ده عليه ايه العدس بتاعه. اول حاجه ياخد غلوه كده على العالي، وبعد كده نوطي النار خالص ونحط الشياطه تحت الحله عشان ما ايه ما يتحرقش مننا. بس كده نظبط ملحه كده ونغطيه ونسيبه لغايه ما نعمل الدقه والشطه بتاعتنا.
الصلصه خلاص كده طفينا عليها، والحمص اهوت خلاص خلص، وحطيت له مع الملح بتاعه في اخر غلوتين كده، ما بنحطش الملح في البدايه عشان يستوي معانا بسرعه. هو استوى ما بيبقاش مهري قوي، بيبقى ماسك نفسه شويه كده. بنحط الملح بتاعه ونحتفظ بيه بميته عشان ما ينشفش مننا. هنا الصلصه انا خدت معلقتين صلصه كده، كبشه صلصه يعني من اللي انا عملتها وطفيت عليها، هي سخنه جدا اهيت. خدت كبشه كده، وعندي شطه حاميه بحطها كده ايه على الصلصه اللي انا خدتها. دي اسمها شطه على البارد. لو انتوا بقى عايزينها سخن يعني شطه زيت، بتاخدوا حبه زيت من اللي احنا عملنا بيه البصل، وتحطوا الشطه ديت الناشفه على الزيت وتحمصوها شويه، وتنزلوا عليها برضو بكبشه من الصلصه وحبه من الميه، وخلاص على كده انت عملت شطه زيت. لكن انا عاملاها على البارد كده، يعتبر شويه صلصه كده من اللي انا عملتهم على حبه شطه. وهنحط عليهم طماطمايه كده مقطعه مكعبات صغيره، بتديكي طعم برضو حلو قوي للكشري، عشان بتبقى شطه حراقه جدا، بتلاقي حاجه كده تبرد معاكي يعني كده. مقطعين طماطميه جامده، لازم يكون جامده، متقطعيها مكعبات وتحطيها مع الشطه بتاعتك. برضو لو انت عايزه تعمل شطه الزيت نفس الطريقه، وفي الاخر خالص بعد ما تهدى شويه تحطي عليها ايه، طماطم مكعبات. هنحط لها بس حبه زيت كده على الوش كده، تلمع ايه الطبق بتاعنا كده، يديله لمعه كده حلوه. بس الطبق سخن جدا، بس كده ايه هقربه لكم على الكاميرا كده، ونقلبها تقليبه كويسه كده، وخلاص كده خلصنا شطه الكشري. ناقص بقى الدقه بتاعتنا، نعملها طبعا على السخن مش هنعملها على البارد. لو تعملوها على البارد بتبقوا تحطوا تومه نيه وميه وكمون وكزبره وملح، وخلاص على كده، وتقلبوها تحطوا لها حبه خل، وخلاص كده ايه بتبقى ايه الدقه بارده كده. بصوا الرز اهوت مفلفل معايا، بس لسه ناقص حبه صغيرين، لسه ما استواش. نحط له حبه ميه صغيرين كده، ونحط عليه خالص لغايه ما يستوي تماما. نعمل بقى هنا ايه الدقه بتاعتنا، حطينا حبه زيت اهم، ونحط عليهم كده ايه معلقه توم. بصوا كده معلقه توم كبيره على الزيت سخن. طبعا نفس الطريقه بتاعت الصلصه، ما بنحمرش التومه برضو، يا دوبك بس تسخن معايا التوم كده، يسخن معايا واشم ريحته وانزل عليه بالخل. نفس طريقة الصلصة بالظبط، ما نحمرش التومة ولا نصفرها خالص، بتديكي طعم مختلف تماما لما تحمريها او تصفريها كده شوية. لازم التومة تديكي تشويحة بسيطة جدا، تشمي ريحتها كده وطالعة عليكي ريحة حلوة جدا. حطينا كده عليها حبة من الخل كده، ربع كوباية خل صغيرة، ونحط عليها ميه من الحنفيه عادي جدا، حسب ما انت بتحبوا ايه الدقه كتيره تحطي ميه كتيره، تحطي الدقه ما بتستعملوهاش كتير بتحطي حوالي طبق كده من الميه اللي هتقدمي فيه يعني. بس كده. ونحط بقى عليها كمون وكزبره ناشفه وملح عشان تغلي معانا اول غلوه، ونطفي عليها على طول. لازم الحاجات دي كده تغلي مع قلب التومه كده والميه، تديك طعم حلو جدا. يبقى كزبره وملح وكمون، بس كده. نسيبها تغلي غلوه ونطفي عليها على طول. اول ما تغلي خلاص، لو انتوا بقى حابين، في ناس ما بتحبش طعم التوم طبعا في الدقه خالص، ممكن تصفوها وتاخدوا الميه بتاعتها كده. خلاص الميه بتاعتها خدت طعم التوم وريحه التوم ونكهه التوم، فبنصفيها ويبقى ميه كده راقيه خالص كده، ما فيهاش ايه توم خالص. في ناس ما بتحبش التوم وهي بتاكل كده الكشري يعني. بصوا كده، هنظبط ملحها كده وخلاص خلصنا من الدقه والشطه. وبصوا كده التوم الباقي دوت هنحطه مع الدقه في توم كده في الطاسه. هفضيك دلوقتي مع الدقه، لو انتوا مش عايزينه ممكن تصفوه بمصفى صغيره. بصوا ده التوم اهو، بتحط عادي جدا وبتاكل وبيبقى حلو جدا بالخل. بصوا الرز بتاعنا مفلفل وجميل جدا واستوى، شايفين مفلفل ازاي مش معجن، حلو جدا. والمرقه بتخليه بصراحه حلو جدا. عايزه تاكلوا رز بس مش عايزه تاكلوا مكرونه معاه بجد يعني. كده خلصنا الكشري بتاعنا ان شاء الله كده، يا رب الطريقه تعجبكم وتجربوها. كده خلصنا الرز بالشعريه بالعدس، وادي المكرونه كمان خلصت في اول حاجه خالص، والصلصه خلصت معانا، والدقه والشطه. بصوا المكرونه بتفضل كده لغايه اخر ما تخلصي المكرونه كلها بنفس المنظر ده كده، مفلفله وجميله جدا من حبه الزيت اللي احنا حطيناهم بعد ما شطفناها كويس جدا من الميه. وادي الحمص لازم تحتفظوا بالميه بتاعته لغايه ما تخلصوا الكشر هو في قلب الميه عشان ما ينشفش. وادي ايه البصل بعد ما بردت خالص خالص، شايفين ما فيهاش ولا نقطه زيت، مقرمشه، بتقعد لغايه تاني يوم وهي مقرمشه. خلصنا الدقه، خلصنا الشطه. هنحضر طبقنا بقى دلوقتي واقدمه لكم. شايفين الطبق الجميل ده؟ عايزين تحطوا عليه بقى عصره ليمون كده، بيبقى طعمه حلو جدا.
شايفين الجمال؟ حلو جدا جدا. بس كده، كده خلصنا طبعا النهارده كشري. يا رب يكون ايه، خفيف عليك وكده، ما طولناش عليكم. شايفين الجمال؟ حطينا بس عليه كده عصره كده من الليمون، بتدي طعم حلو جدا مع الدقه والشطه. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.